في فيديو النهاردة هنعمل أحلى كاروت كيك ممكن تجربوها في حياتكم. نفس الكاروت كيك بتاعت ستاربكس هنعملها في البيت بمقادير مظبوطة وبطريقة ولا أسهل. هقول لكم على كل التريكس اللي تخليها تطلع مظبوطة معاكم وأحلى من اللي بتاكلوها من بره. أنا نسمة ودي قناتي، لو أول مرة تشوفوها اشتركوا وفعلوا الجرس ويلا بينا نبدأ على طول. تعالوا الأول نشوف المكونات اللي احنا محتاجينها. هسيب لكم كل المقادير بالجرام وبالكوباية تحت الفيديو. هحتاج كوباية وتلت دقيق، 2 بيضة متوسطة، وهحتاج كوباية الا ربع سكر بني. السكر البني مهم في الوصفة دي مش بس عشان الطعم الحلو، كمان عشان بيخلي كيكة طرية قوي. ربع كوباية من السكر الأبيض. هحتاج كمان نص كوباية زيت وكوباية جزر مبشور، تقريبا جزرتين متوسطين مبشورين ناعم بالشكل ده. هنحتاج بقى لكيكة الجزر شوية توابل، هي دي اللي بتديها النكهة والطعم اللي بتحبوا تاكلوه من بره. هحتاج معلقة صغيرة قرفة، ربع معلقة صغيرة جنزبيل، رشة قرنفل مطحون. هنحتاج بقى معلقة بيكنج باودر، معلقة صغيرة بيكنج صودا، رشة ملح، ومعلقة صغيرة فانيلا. وصفة كيكة الجزر عشان تطلع زي ما بتاكلوها من بره بيستخدم فيها تفاح مهروس، تفاح او اناناس. النهارده انا هستخدم التفاح. دي تفاحه واحده متقشره ومتقطعه، انا حطاها في ميه بس عشان ما تسودش، ومعاها نقطه ليمون. هنسلقها ونهرسها نعملها بيوريه ونستخدمها في الوصفه. في كسرول هحط فيها التفاح ومعاه شويه ميه، هزود عليهم عود قرفه عشان يديله نكهه حلوه، وهرفعه على النار من غير سكر ولا اي حاجه. هسيبه يغلي تقريبا 10 دقايق لحد ما يتسلق ويتشرب الميه اللي معاه دي. اول ما يوصل للشكل ده والميه تتبخر هرفعه من على النار. هنهرسه كده من غير ادوات ولا حاجه، بس بالشوكه. هو ده القوام اللي احنا عايزينه. خطوه مهمه جدا ومن اسرار نجاح وصفه كيكه الجزر دي، بتخلي الكيكه طريه جدا وتفضل محتفظه بقوامها فتره طويله من غير ما تنشف منه. هنسيبه يبرد على جنب ونبتدي نجهز الكيك. اول حاجه هنزل البيض، عليه الفانيلا، السكر الابيض، السكر البني. هبتدي اقلب تقليب بسيط كده لحد ما يندمجوا مع بعض. بعد كده هزود بيوريه التفاح او الزبادي او الاناناس المهروس لو انتوا عايزين. بعدين هنزل الزيت، هقلب، هنزل الجزر، هنحتاج كمان للوصفة دي كوباية عين جمل، اختيارية بس هي الوصفة الأساسية فيها عين جمل أو بيكان، تقدروا تستغنوا عنه لو انتوا ما بتحبوش المكسرات. بعد كده بالسكينة هنفرم عين الجمل خشن شوية، مش عايزاه مطحون، أنا عايزاه بس متكسر بالشكل ده. هنزله وهنبتدي ننخل الدقيق. هنزود البيكنج صودا، البيكنج باودر، الملح والتوابل. هنقلب. هو ده القوام المظبوط لكيكة الجزر، مش تقيلة قوي ولا خفيف. النهاردة هخبزها في الصينية مستطيلة بتاعة الباوند كيك، بس المقدار ده يكفي معاكم صينية مقاس 20. لو عايزينها كيكة كذا دور، انا عملتها قبل كده في فيديو، حبيت النهاردة اعملها على شكل الباوند كيك. لو ضعفتوا المقدار هيديكوا كيكة تقدروا تقسموها 3 طبقات. مش هاملة الصينية للاخر، هنسيب التلت الاخير كده. هدخلها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 160، بتاخد تقريبا من 40 ل 45 دقيقة عشان تستوي تماما. في الوقت ده تعالوا نجهز الكريمة تشيز فروستنج او كريمة الجبنة اللي هنزين بيها الكاروت كيك. هحتاج 220 جرام جبنة كريمي من غير اي طعم ولا نكهة. هحتاج كمان ربع كوباية زبدة طرية، كوبايتين سكر بودرة، وممكن تحتاجوا شوية كمان عشان تظبطوا قوام الكريم، ورشة فانيلا، وممكن نحتاج معلقتين لبن. هنسيبهم على جنب كده نشوف القوام عامل ايه معانا. كل المكونات بدرجة حرارة الغرفة. ابتدي الاول اضرب الجبنة كده بالمضرب لحد ما تفك. هزود عليها الزبدة، اضربهم كويس دقيقتين مثلا. وبعدين ابتدي انزل السكر البودرة، هقلبه بس عشان ما يبهدلش الدنيا بالمضرب. وبعد كده هزود معلقة لبن ورشة فانيلا، وابتدي اضربه لمدة 3 دقايق. لو الجو حر زي النهاردة كده هتلاقوا ان الكريمة دي سايحة شوية، لما تدخل التلاجة قوامها هيبقى كويس. هي كده قوامها كويس جدا، هدخلها التلاجة ساعتين قبل ما استخدمها.
في خطوة إضافية بقى أنا باحب أعملها عشان أزين الكيكة وبتنقلها في حتة تانية خالص. هنعمل جزر مسكر بطريقة كده خفيفة وبسيطة وبيدي شكل حلو قوي عشان نزين كيكة الجزر. ناس كتير بتحط جزر مبشور على الوش مثلا مع عين الجمل. أنا بحبش نكهة الجزر تبقى فريش كده، مش بتليق خالص مع الكيكة. في طريقة تانية بتدي طعم ونكهة وشكل أحلى وبتعلي الكيكة جدا، بتخليها حاجة يعني بروفيشنال. هنعمله ازاي؟ هنحتاج نص كوباية شربات خفيف، لو مش عندكم شربات هنحط نص كوباية سكر وعليها ربع كوباية مية يغلوا بس، وبعدين هنزل عليهم جزر مبشور رفيع كده، هرفعهم على النار هسيبها تغلي 10 دقايق. كل الحكاية ان احنا عايزين الجزر يستوي في الشربات وياخد نكهة، بيدي طعم حلو قوي. لو انتوا بتحبوا مربى الجزر هتبقوا فاهمين انا بتكلم على ايه. هصفيه من الشربات وهسيبه في مصفى على جنب وهستخدمه في التزيين. هنطلع الكيكة من الفرن، بعدين نشيلها من الصينية ونبعد عنها ورق الزبدة كده عشان الكيكة ما تطراش، وهسيبها على شبكة تبرد. لازم الكيكة تبرد تماما قبل ما نزينها. ممكن نغطيها بفوطة نظيفة ونسيبها تبرد على الشبكة كويس قوي ساعة مثلا عشان نبتدي نزينها. هنطلع الفروستنج من التلاجة وده شكله بعد ما برد. تقدروا كمان تستخدموه في تزيين الكب كيك، هو ده نفس الكريم تشيز فروستنج اللي مستخدمه للريد فيلفت، فتقدروا تستخدموه في وصفات كتير. هي وصفة مظبوطة وطعمها حلو قوي. هنقله في كيس حلواني يكون فيه تب بالشكل ده. هبتدي بقى ازين الكاروت كيك بالطريقة اللي تحبوها، بتبقى حلوة قوي لما يكون الفروستنج كتير عليها. حطيت طبقتين من الفروستنج وهبتدي ازينها بعين الجمل والجزر اللي احنا عملناه مع بعض. طريقة بسيطة للتزيين ومناسبة جدا ليها، شكلها تحفة. هنغطيها كويس، ندخلها التلاجة ساعتين قبل التقديم. طعمها خطير، ريحة ونكهة الكيك تجنن، في توازن بين طعم الكيك والكريمة بجد ولا غلط. بنحبها وبنتجنن عليها في الكافيهات، بس هي في الحقيقة بسيطة جدا ونقدر نعملها في البيت وتطلع أحلى من بره كمان. جربوها ومتأكدة انها تعجب. بس كده، لو لسه بتتفرجوا لحد هنا شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي.